هاي، ازيكم يا جماعة؟ في ناس كتير بتقابلها مشكلة ان السكند لايف مش بيفتح معاها. من ضمن المشاكل الأساسية اللي موجودة مشكلة تحديث كارت الشاشة. لو كارت الشاشة بتاعك أكتر من 64 بايت، تقدر تنزل تحديث للكارت من على الموقع الرسمي وتدخل بيه، بتحدثه بتدخل بيه السكند عادي وهيفتح معاك. طريقة انك تعرف ازاي تنزل التحديث، لازم تبقى عارف اسم كارت الشاشة بتاعك ايه. وعشان تعرف اسم كارت الشاشة بتاعك ايه بالنسبة للناس اللي عندها ويندوز 7، تتابع معايا اللي انا هعمله دلوقتي. هتدوس كليك يمين على ماي كمبيوتر وبتختار بروبرتيز. بتفتح معاك الصفحة دي، صفحة اللي هي معلومات الجهاز يعني ومعلومات النسخة. بتيجي على الشمال من فوق هتلاقي فيه ديفايس مانجر، بتدوس عليها بتفتح معاك القائمة بتاعتها. من ضمن القوائم اللي احنا تهمنا عشان نعرف كارت الشاشة بتاعنا اسمه ايه ديسبلاي ادابتور. ديسبلاي ادابتور دي بنفتحها كده، بتلاقي فيها اسم الكارت الشاشة بتاعك. انا عندي في الجهاز بتاعي فيه كارتين شاشة انتل ونفيديا. طبعا انا لو هنزل تحديث هنزل تحديث النفيديا لانه اقوى من الانتل. طبعا انتوا بيظهر عندكم اسم الكارت الشاشة بتاعكم حسب كل واحد على حسب الجهاز بتاعه. بتاخد اسم الكارت بتاعك، بتاخد اسمه وبتروح على جوجل، بتكتب اسمه في جوجل وبيديك اختيارات. بتنزل الكارت طبعا من على اي موقع، ويستحسن يعني من الموقع الرسمي حسب ما هو مكتوب يعني وحسب الاختيارات. بعد كده بينزل عندك التحديث على شكل برنامج، بتعمل له انستول عادي لحد ما بتخلص فينش. وبعدين بتعمل ريستارت للجهاز وبترجع تفتح السكند لايف من اول وجديد. لو الجهاز بتاعك امكانياته كويسه هيفتح معاك بدون اي مشاكل. طبعا لو ما نفعتش الطريقه دي، ف يستحسن ان يكون في جهاز اعلى من كده عشان تقدر تدخل سكند لايف. شكرا لكم.